تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة اليوم لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري. أعزائي متابعين قناة خبر في الجون، لو كان عندكم توقع معين لتشكيل فريق الأهلي لمواجهة طلائع الجيش النهاردة، يا ريت تكتبوا لنا تحت في التعليقات، وكمان تكتب لنا رأيك في التشكيل الجديد اللي هيلعبوا به النهاردة مباراة الأهلي وطلائع الجيش. وقبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو انت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي. تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة طلائع الجيش التي ستقام ضمن مؤجلات الجولة 22 من عمر الدوري المصري الممتاز. ويستضيف استاد الكلية الحربية مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي التي ستقام في تمام 9 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء الجمعة. واستقر المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بشكل كبير على التشكيل الذي سيبدأ به مباراته أمام طلائع الجيش، حيث من المتوقع أن يبدأ المارد الأحمر المباراة بوجود الحارس الشاب مصطفى شوبير في حراسة المرمى بسبب إصابة علي لطفي وأيضا محمد الشناوي الموقوف. أما عن التشكيل المتوقع لنادي الأهلي بالكامل أمام طلائع الجيش، فهو حراسة المرمى نجد مصطفى شوبير، ونجد أيضا في خط الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. أما خط الوسط أحمد القندوسي وأليو ديانج وحمدي فتحي. أما الهجوم بيرسيتا ومحمد شريف وأحمد عبد القادر. أما عن المركز الذي يحتله الأهلي في ترتيب الدوري المصري، فيحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة جمعها من 22 مباراة، وبفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثاني والذي خاض 27 لقاء. ويسعى الشياطين الحمر لتحقيق الفوز في المباريات المقبلة من أجل أن يتمكنوا من إعادة لقب الدوري المحلي إلى خزائن النادي مرة أخرى. وفقهم الله جميعا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الخبر. لو انت كملت معانا لحد دلوقتي، يا ريت ما تنساش تعمل لايك للفيديو لو كان عجبك، وكمان تعمل اشتراك للقناة دعما منك للقناة، وكمان عشان يوصلك كل جديد، وتفعل الجرس على زر الكل. كنتم مع قناتنا وقناتكم خبر في الجون.